لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، النسخة المدمجة دي اللي احنا فتحناها السنة اللي فاتت، والنسخة طلبت معاك تحديث، هتقدر تحدثها بواتساب جي بي بطريقة سهلة وبسيطة، سواء بقى فاتح واتساب ذهبي، واتساب دي اتش، واتساب ار سي، اي نسخ من النسخة اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا تقدر تحدثها بواتساب جي بي بطريقة سهلة وبسيطه. تمام، النسخه اللي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. تمام. اما بقى لو حضرتك فاتح النسخه ديت بربط الجهاز، يعني رابط واتساب جي بي بربط الجهاز، عامل ربط بواتساب الرسمي، تمام، وطلبت برضو معاك تحديث، هتقدر تحدثها بالنسخه دي لو انت فعلا عامل ربط بالنسخه دي. تمام. طيب، ولو حضرتك بقى جديد معانا اول مره الفيديو بتاعي يظهر قدامك، ابدا ثبت النسخه عندك. تمام، وابدا حط رقمك المحظور، اشتغل خير ما اشتغلش خير، هتبدا تعمل ربط الجهاز، هتربطها بالواتساب الرسمي، هيبدا يربط معاك عادي بواتساب الرسمي. تمام. كل اللي انا عايزه منك تمسك الموبايل بتاعك، تمام، عشان نقدر نحدث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. تمام. النسخة هتبدأ تظهر معانا بالشكل ده، تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. كل اللي عليك هتدخل على المتجر بلاي، بتبدا تثبت تطبيق زي ارشيف، تمام، بالشكل ده كده، تبدا تثبته عندك عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام. بعد ما تثبته هتدخل على التليجرام، قناه التليجرام الرابط بتاعها في وصف الفيديو. تمام. هتبدا تضغط على الواتساب بالشكل كده، هيبدا يظهر معاك تطبيق لزي ارشيف، نسختين منه، نسخه مكتوب عليها زي ارشيف باللغه الانجليزيه، والنسخه الثانيه مكتوب استخرج الى اسم الارشيف. لو ضغطت على استخرج الى اسم الارشيف هيقول لك الارشيف تالف. تمام. فهنضغط على النسخه اللي فيها انجليزي فقط. تمام. في ناس تانية بيظهر معاها في التليفونات بتاعتهم ممكن يظهر زي ارشيف باللغه الانجليزيه وتحتيها استخرج الى اسم الارشيف. تمام. برضه لو ضغطت عليه يقول لك الارشيف تالف. تمام. فاحنا عايزين نضغط على زي ارشيف فقط، زي ارشيف فقط اللي هي مكتوب عليها باللغه الانجليزيه، نبدا نضغط عليها. هنا بيقول لك تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنبدا نضغط عليه. هنا جي بي واتساب هنضغط عليه، هنقول تثبيت. هنا بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا بقولها بصوتي على جزئين، اول جزء من كلمه المرور هيكون 88، اول جزء من كلمه المرور هيكون 88، فعايزك تركز معاه في الفيديو عشان تسمع الجزء الثاني. تمام. انا هبدا اكتب الجزء الثاني عشان استخرج النسخه وارجع لكم تاني زي ما انتم شايفين. هرجع لكم تاني، هنكتب الاول 88 عشان طلعنا، استخرج النسخه وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمه المرور كامله هقول حسنا، هبدا استخرج معايا النسخه، هبدا اقول اداه تثبيت الحزب. هنا بيقول لي هل تريد تحديث هذا التطبيق، هقول له حدث لي التطبيق. تمام. هيبدا يحدث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور، تم تثبيت التطبيق بنجاح، هقول له فتح. هيبدا النسخه تفتح معايا بالشكل ده، هنضغط على الثلاث نقاط، هنجيب تحديث واتساب جي بي تابع اليوتيوب، هيبدا يدخلك على قناتنا على اليوتيوب. هنرجع كده، هنضغط على الثلاث نقاط اضافات عفوا، هنضغط على الثلاث نقاط تاني، تحديث جي بي، تحديث من قناه التليجرام، هيبدا يدخلك على قناتنا على التليجرام. تمام. هنرجع كده. تمام. هنرجع تاني عفوا، هنروح على النسخه تاني اهيت. تمام. نضغط على الثلاث نقاط اضافه جي بي. هنا جي بي واتساب في 80 عبد الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. هندخل على التحديثات، سجل التغيرات، زي ما انتم شايفين ده سجل التغيرات. تمام اهوت. تمام. في 80. هنبدا نرجع كده، هنيجي عند حول التطبيق، هنا طبعا جي بي في 80 رساله الشكر. هنا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، الحمد لله على نعمه الاسلام، عبد الله الباشا، تابع اليوتيوب التليجرام فولو تليجرام، هدخلك على قناتنا على التليجرام. هنطلع كده، هنضغط على يوتيوب، هيبدا يدخلك على قناتنا على اليوتيوب. تمام. اخر جزء من الباسورد هيكون 55، اخر جزء من الباسورد هيكون 55. لو ما سمعتش الجزء الاول كام، رجع الفيديو من الاول خالص واسمع الجزء الاول انا قلته كام، وتعالى عند اخر جزء وهو 55. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، لا حول ولا قوه الا بالله. موافق. هنرجع كده، النسخه زي ما انتم شايفينها جي بي واتساب في 80 عبد الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الفيديو النسخة جميلة جدا جدا جدا، أتمنى من كل الناس تستفاد، ولو في أي مشكلة واجهتك ابعت لي على جروب التليجرام أو ابعت لي في تعليقات على اليوتيوب. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.